في أحد الأحياء الشعبية بمدينة الإسكندرية، كانت تعيش شابة تدعى عزيزة. تزوجت شابا اسمه سعيد. في البداية كانت حياتهما مثل أي زوجين: حب، استقرار، وأحلام بسيطة. لكن بعد مرور سنة بدأت الأسئلة من كل جانب: أين الأطفال؟ لماذا لم تنجب بعد؟ الصدمة الحقيقية والقاسية. تحت ضغط المجتمع قررت عزيزة زيارة طبيبة النساء، وهناك كانت الصدمة: أنها عاقر ولا تستطيع الإنجاب. هذا الخبر دمرها نفسيا، ودخلت في حالة اكتئاب عميق. بدل مواجهة الواقع اختارت طريقا مظلما. اتفقت مع زوجها سعيد وأختها على خطة خطيرة: اختطاف طفل حديث الولادة وإقناع الناس. بدأت تمثل أنها حامل لمدة 9 أشهر. سنة 1983 بدأت الجرائم. سنة 1983 دخلت عزيزة إلى أحد المستشفيات واختطفت طفلا بريئا، وأطلقت عليه اسم إسلام، وعادت إلى الحي وكأنها أنجبته فعلا. مرت السنوات وعاد ضغط المجتمع من جديد: لماذا لا يوجد طفل آخر؟ فكررت نفس الخطة: تمثيل الحمل 9 أشهر، اختطاف طفل ثاني واسمته هشام، ثم الثالث واسمته محمد. أصبحت تعيش كأم ل3 أطفال، لكن الحقيقة كانت أبشع مما يتخيله أي أحد. في ليلة باردة من سنة 1992 على الساعة 3 فجرا، كان الأطفال الثلاثة إسلام، هشام، ومحمد نائمين بسلام. فجأة اقتحمت الشرطة المنزل، وتم القبض على عزيزة بتهمة اختطاف الأطفال. خلال التحقيقات انكشف كل شيء: الأطفال ليسوا أبنائها، تم اختطافهم من المستشفيات. كان عمر إسلام آنذاك 11 سنة. إسلام لم تعرف عائلته الحقيقية. حياة جديدة وجرح قديم بعد هذه الأحداث. تولى تربية إسلام الشيخ واعتنى به، ومع مرور الوقت صارحه بالحقيقة: أنا لست والدك الحقيقي. وهنا بدأت رحلة جديدة، رحلة البحث عن الهوية. في أحد الأيام وبعد رحلة طويلة من البحث والتشكيك، قرر إسلام مواجهة عزيزة مباشرة. كان الإحساس بالضياع قد وصل عنده لذروته، خصوصا بعد أن أكدت التحاليل أنه ليس ابنها. وقف أمامها وسألها بصوت قوي ومليء بالارتباك: هل أنا فعلا ابنك؟ لماذا تقولين إنك أنجبتني وكل التحاليل تؤكد العكس؟ ساد الصمت للحظات، وعينا عزيزة امتلأتا بالدموع. ثم قالت بصوت خافت: أنت ابني، أنا ولدتك من رحمي. هذه هي الحقيقة التي أعرفها. إسلام لم يعد يفهم شيئا من كلامها والنتائج العلمية. كان هناك تناقض كبير، مما جعله يعيش صراعا داخليا قاسيا بين القلب والعقل. زاد التوتر بينهما، وتحولت المواجهة إلى لحظة مؤلمة جدا. غادر إسلام المنزل وترك عزيزة في صدمة قوية. فجأة سمع صراخا، وإذا به عزيزة رمت نفسها من النافذة. تم نقلها بسرعة إلى المستشفى، لكنها لم تصمد طويلا وتوفيت بعد ساعات قليلة. وفجأة انتشر خبر هز الجميع: عزيزة توفيت في ظروف مأساوية. هذا الحدث أغلق بابا مهما من القصة، لأنها كانت الشخص الوحيد الذي يكشف الحقيقة الكاملة. رحلت عزيزة وتركت وراءها لغزا كبيرا لم يحل، وأسئلة أكثر مما كانت هناك إجابات. إسلام بقي وحيدا يحمل في داخله آلام الفقدان ومرارة الحقيقة المجهولة. هل كانت تقول الحقيقة، أم أن هناك سرا أكبر لم يكشف بعد؟ بعدما قام إسلام بأكثر من 50 تحليل DNA مع عائلات مختلفة، بقي يبحث بلا توقف عن عائلته الحقيقية. كل مرة كانت النتائج سلبية. كان الإحباط يزيد عنده، لكن حلمه في معرفة أصله لم يمت. تواصلت هذه العائلة الليبية مع المختبر، بينما لاحظت احتمال وجود تشابه في النتائج. إسلام قرر السفر واللقاء بهم، وكان اللقاء مليئا بالتوتر والترقب، لأن كل طرف كان ينتظر الحقيقة. تم إجراء تحليل DNA جديد، هذه المرة بشكل رسمي، بين إسلام والعائلة الليبية، والنتيجة كانت واضحة وصادمة في نفس الوقت: نسبة تطابق عالية جدا تؤكد أنه ابنهم الحقيقي. في تلك اللحظة تغيرت حياة إسلام بالكامل. أول مرة يظهر فيها دليل قوي. إسلام لم يصدق في البداية، لكن الأمر عاد من جديد. لكن للأسف الشديد، بعد فرحة كان ينتظرها إسلام لسنين طويلة، تبين أن النتيجة غير صحيحة، وعاد لنقطة الصفر من جديد. قصة إسلام ليست مجرد قصة بحث عن عائلة، بل هي قصة هوية، ألم، وأمل لا ينتهي. وتبقى الأسئلة:
من المسؤول الحقيقي عن خطفه؟ وهل عزيزة كانت وحدها أم هناك شبكة أكبر؟ وهذه القصة ليست فقط قصة ضياع، بل قصة بحث طويل انتهت بجزء من الحقيقة، لكن ليست كلها. وربما هذا أصعب نوع من النهايات، أن تعرف من أنت لكن لا تعرف لماذا حدث هذا كله. عزيزة ماتت وأخذت معها جزءا من الحقيقة. كانت تعيش نوعا من التعلق المرضي بفكرة الأمومة، فتمسكت به وكأنه ابنها الحقيقي. خلاصة قصة إسلام: فقد كل شيء في وقت واحد. عزيزة ماتت وأخذت معها أسرار، الحقيقة دارت وهو ليس ابنها، العائلة الحقيقية لم تعطيه الانتماء الذي كان يبحث عنه، فبدأ وكأنه عاد لنقطة الصفر، لكن في الواقع لم يعد كما كان. وقف إسلام وحده بدون أم، بدون جذور واضحة، بدون إجابات كاملة، لكن هذه المرة لم يكن ضائعا كما في البداية، بل قال لنفسه: ربما أنا بدون ماض واضح، لكن مستقبلي بيدي. إسلام لم يعد لنقطة الصفر، بل بدأ بنقطة البداية.